السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم جيتكم بوصفه يعني قديمه تاع سيده رزقي كديرها زمان، واللي هي صابلي بلا ميغ. هذه الوصفه توفر علينا الوقت والجهد وتقطع كميه كبيره ما فيهاش تعب، يعني توجدي كل شيء في سنيوه كبيره وكي طيب ما عليك غير تقطعيها مربعات وديريها في ليكاسات بنتها ولا اروع. نروحوا نكتشفوا مع بعض الوصفه تاع نهار اليوم. حاجه الاولى عندي 200 غرام تاع زبده اللي تكون اطريه بدرجه حراره الغرفه، عندي نص كاس تاع السكر يكون عادي، 2 ملاعق كبار تاع الزيت، وبيان سور ما نساوش مغرفه صغيره تاع لافاني وقرصه تاع الملح اللي تكون ضروريه. هنا نخلط كامل هذوك المكونات تاعي حتى تشوفوا يعني هذاك السكر تاعكم يعني داب معاكم، ونروح نضيفوا 5 حبات تاع البيض، يعني نديروا حبه بيض كامله و4 صفار تاع البيض. شوفوا كيفاش راني ندير، ونزيدو نخلطوا هذوك المكونات حتى نتحصلوا يعني على خليط متجانس. هذيك الزبده والبيض والسكر يتخلطوا بيان. نروحوا نضيفوا لهم مبشور الليمون. هنا الليمون لازم تضيفوا يعني حبه كبيره باسكو يبغي لو زيت يكون شويه زياده. ونسيت باش نقول لكم هذاك البلون دوف ديروا فيه ان ريسيبيون اللي يكون نقي، ما يكونش فيه قطره تاع ماء باسكو الا كانت فيه قطره الماء ما يطلعش معنا. وهنا نروحوا نضيفوا مباشره الفارينه ونضيفوا باكي تاع خميره الحلوى، ونجمعوا هذيك العجينه تاعنا يعني حتى نتحصلوا على اون بات اللي تكون طريه. شوفوا كيفاش لاباط تاعي كيفاش تحصلت عليها، ما لازمش تكون حكمه روحها بزاف كما تاع لي صابلي. نجيبوا هنا ان بابي كويسون، انا هنا خرجت لي يعني 2 قرصات، درت مول يعني شويه صغير يعني خرجوا لي 2 حبات. فوالا بهذه الطريقه نسي نحلها هكا. يعني الا درتو مول صغير يعني ديروا غير 100 غرام تاع الزبده يعني تكفيكم. هاكا نحلها مليح. هنا لازم تحلوها يعني 1 سنتيم، تجي شويه يعني عاليه شويه. هذا هو المول اللي استعملت هاكا بهذه الطريقه. نستويها بيان. فوالا سينو تقدروا ديروا في سنيوه كبيره، يعني كل واحد على حسب السنيوه اللي تكون عنده. انا هنا نستويها بيان، لازم تستووها باش تجيكم يعني شابه وتجيكم بيان فيني. هنا نروح انا بيان سور نسخن الفرن تاعي على 180 درجه مده ربع ساعه من قبل. هنا نجيب فرشيطه يعني نبيكيها بيان وندخلها للفرن حتى يعني تحمر، تاخذ هذاك اللون الشباب الذهبي لازم طيب بيان. وهنا نروح نوجدوا لامارينغ تاعنا اللي كان عندنا 4 بايات تاع البيض، ندير لهم الرشه تاع الملح، نبدا نطلعهم حتى يبيض معايا هذاك الخليط. كيما قلت لكم يعني لازم الغيسيبيون تاعكم يكون ناشف باش تطلع لكم لامارينغ تاعكم مليح. وهنا عندي كاس غير تاع سكر كريستاليزي، هنا ما نضيفوش ضربه واحده كما كنتوا تشوفوا، يعني راني نطلع ضفتها على 3 خطرات، يعني ندير ونزيد نضرب حتى يعني نحس بلي كذاك السكر بدا يذوب. نزيد تاني الكميه الثانيه يعني الكميه قسمتها على 3. شوفوا هذه لا مانغيت حصلت عليها، لازم تكون شاده روحها كي تقلبوا الغيسيبيون تاعكم ما طيحش. هذيك يا لا مانغ راهي ناجحه. بالنسبه للكيكه تاعنا بعد ما طابت يعني خرجتها وخليتها يعني شويه غير دفات يعني ما بردتش بزاف. نجيب هذاك الكولي تاع لي فريز راه يتباع واجد، وإلا بغيتو ديروا لا كونفيتور يعني خيروا الكونفيتور اللي تكون عاقده، باسكو انا كنت حابه نديرها لكم بالكونفيتور. كي حليت الباطه تاع الكونفيتور لقيتها يعني جاريه بالبزاف يعني راح تسيل معايا، سي بور سا خيرت ندير لكم بهذا تاع الفريز. نطلوها كامل على هذاك البسكوي ونبداو هنا نضيفوا لا ميرينغ. شوفوا كيفاش راني نضيف لا ميرينغ، يعني راني نديرها غير بشويه باش هذاك لا كونفيتور تاع لي فريز يعني ما تخرجليش وما تبوجيش من بلاصتها. نضيفوها تدريجيا حتى يعني نغطو كامل هذيك السنيوه بهذا الشكل، يعني طريقه سهله ماشي يعني واعره. هنا نجيبو اي سباتول ونبداو نسرحو كامل هذيك لا ميرينغ بهذا الشكل كاع توصلوا حتى للاطراف. فوالا سقموها بيان. هنا لازم تفينيوها باش تجيكم يعني شابه من الفوق. انا بعد يعني ما كملتها نجيب مغرفه ولا تجيبوا يعني اون سباتول ولا وتبداو ديروا هذه الاشكال من الفوق. هنا غير باش ندير لها ديكور هذا مكان. وبيان سور هنا الكوشه راني شعلتها غير من الفوق، يعني نعاود ندخلها للفور نقصوا لها على 150 درجه حتى تشوفوها يعني احمرت. هنا كما قلت لكم شعلوها عليها غير من الفوق حتى تحمر معكم تاخذ هذاك اللون الذهبي. هذه هي يعني الكيكه تاعي بعد ما طابت وخرجتها راهي يعني خدت هذاك اللون يعني شباب يعني ماهيش محروقه.
شوفوا كيفاش جات. انا هنا نشدها، خليتها بيان سور لازم نخلوها تبرد مليح، باسكو الا ما خليتوهاش تبرد مليح وتكون يعني سخونه ولا دافيه، كي ترفدوا المورسو تاعكم هذيك لا كونفيتور طيح معكم. فوالا هذه هي النتيجه النهائيه. شوفوا كيف جات ما شاء الله، صدقوني ولا اروع في بنتها. سورتو هذاك لو بيسكوي يعني كثرت فيه داك لو زيت سيترون. وهنا لا كونفيتور ديروه على حسب لو غول اللي حبيتوه. الى اللقاء والى الملتقى ان شاء الله يا رب.